قام اليوم رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بتعيين مراقب الشرطة عبد القادر قارة بوهد مديرا عاما جديدا للأمن الوطني، وهذا خلفا للعقيد مصطفى لهبير الذي استدعي لمهام أخرى، حيث تقلد عبد القادر قارة بوهد بعدة مناصب في سلك الشرطة منها مدير الشرطة القضائية، وأيضا مندوب اللجنة التنفيذية للمنظمة الدولية للشرطة انتربول، كما شغل منصب مدير التعليم والمدارس ليتم إحالته على التقاعد سنة 2016. وللإشارة فقد تم تعيين الشرطي رأس الأمن الوطني لأول مرة منذ 1992